بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة النور. هنحكي في فيديو النهاردة معجزة وقصة جميلة جدا، وهي بتتكلم عن البابا كيرلس بيقيم ابنة أبونا إبراهيم عبده من موت حقيقي. تفاصيل القصة بيحكيها أبونا، بيقول: كانت بنتي سيمون في وقتها كان عندها 1.5 سنة، وكانت بتلعب مع ولاد خالتها، واليوم ده كان جمعة ختام الصوم. لما رجعنا من الكنيسة وكانت مرات أبونا بتجهز الأكل وبتسأل على سيمون، فالولاد قالوا لها إن هي كانت بتلعب معانا وبعدين دخلت نامت. فراحت مامتها علشان تشوفها، لكن فجأة فضلت تصرخ وتنادي على أبونا وتقول له: الحقني يا أبونا، أنا سيمون مش بترد عليا وكأنها في عالم الأموات. وحاولوا كتير إن هم يصحوها، لكن لقوها عبارة عن جثة هامدة. فاتصل بسرعة بالدكتور مدحت فريد، وهو رئيس قسم أسنان بمستشفى الساحل التعليمي، وهو كان ابنه في الاعتراف. فقال له: أنا هجهز لك الاستقبال حالا يا أبونا، وإنت هاتها وتعالى. وفعلا خدها أبونا وراح المستشفى، وأول ما وصلوا كشفوا عليها كذا حد من الدكاترة، فلقوا إن النبض والتنفس بتاعها شبه منعدمين، وإن الحالة اللي هي فيها دي كانت تكون حالة تسمم وأدت لغيبوبة. المهم حاولوا يعرفوا إيه اللي حصل، فاتصلوا بالولاد في البيت وسألوها هي كانت بتلعب بإيه. عرفوا إن هي كانت بتلعب بعلبة برشام، فافتكرت والدتها إن هي كانت بتستعمل برشام مانع للقيء، وللأسف كانت موجودة في إيد بنتها، وهي بلعت حوالي 26 برشامة. طبعا حاولوا الدكاترة في عمل غسيل معدة، ومن كترة المحلول الملحي حصل إن جالها مية على الرئة. فسألوا الدكاترة الأمل إيه؟ قالوا له الأمل 50%، ومع الوقت قال لهم الأمل بقى عبارة عن 1%. ودي بقى حاجة بتاعت ربنا مش بتاعت الطب خالص. ونصحني الدكتور إن أنا أخد بنتي وأروح، لأن هي كده ميتة ميتة. قال لي كمان هتتبهدل في النيابة، ده غير تشريح جثة وحوارات كتير. فأنا طبعا اللي هو أبونا رفض تماما الموضوع، وفضل معاها في العناية المركزة من العصر لحد نص الليل، من حقن ضد التسمم ومن صدمات للقلب ومن حاجات كتير يحاولوا يفوقوا بيها البنت. وفي الفترة دي بيقول كان الدكتور بيجهز إن هو يبلغ الشرطة، فقام أبونا ووقفوا عند الغرفة بتاعة العناية المركزة. وبيقول أبونا فضل يصلي بحرارة ودموع غزيرة جدا جدا، ويقول: يا رب يسوع أنت تقدر تقومها. ووكل كثير من القديسين وأنهى صلاته باسم البابا كيرلس. وفجأة لقى الدكتورة المتابعة للحالة بتاعت بنته، هي كانت دكتورة غير مسيحية، جاية جري وبتصرخ وبتقول له: مبروك يا ابونا، مبروك يا ابونا. قال لها: خير يا بنتي، في ايه؟ قالت له: يا ابونا القلب اشتغل والتنفس اشتغل، وكأن مفيش اي حاجة حصلت، بنتك فاقت وبقت زي الفل. طلع يجري ابونا على الأوضة بتاعت بنته وخدها في حضنه وقال لها: وقعتي قلبي يا بنتي. ولقى الدكتورة بتقول له أمر غريب قوي، بتقول له: انتوا مجرمين في حقنا، احنا كل اللي نعرفه عنكم انكم كفرة ومشركين، مش كنتوا تقولوا لنا الحقيقة؟ استغرب ابونا قوي من كلامها وبص له قال لها: ايه الموضوع يا بنتي بالظبط؟ قالت له: انا عايزة ابقى مسيحية واتعمد. فقال لها: هو ده وقته. فقال لها: احكي لي بس ايه اللي حصل. قالت له: هحكي لك. قالت له: انا كنت قاعدة قدام الطفلة بنتك، وفجأة لقيت البابا كرولوس بتاعكو، وانا عارفة ان هو ميت من زمان، بس انا عارفة شكله كويس. لقيته داخل قدامي العناية ورشم بنتك بالصليب وقومها من الموت، انا شفت كل ده بعينيا. طبعا حاجة فوق الخيال والوصف. فضل ابونا يمجد ربنا ويشكر قدسيه، وبركة طبعا بركة ربنا الصلوات اللي أبونا كان بيصليها، وشفاعة القديسين وشفاعة البابا كرولوس شافت وقومت أنا سيمون من الموت. وبيقول إن هي دلوقتي كبرت وخلصت تجارة إنجليش واتجوزت وبقى عندها أطفال، ومن ضمن الأطفال كان عندها طفل وسموه كرولوس.
وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. بركة البابا كرولوس وبركة رب المجد وبركة صلوات القديسين تكون معانا دايما، وتشفي كل مريض وتقوي كل واحد. ونشوفكم في فيديو جديد من قناة النور. اذكرونا في صلاتكم. سلام.